لأن الحق سبحانه وتعالى يقول إنني سخرت لكم، ومعنى تسخير التذليل. لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاطن. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا، ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع ما حصلش ليه في دي. طب وبركان يطلع كده يروح قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه. قال لك لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغلى الانسان واستغنى. يقوم لازم يلفتوا في بعض الأحيان كده إلى أن وراء الأسباب والمسببات والتسخير أشياء أنا أهز بها ضمائر الغافلين، أهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقول لك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف ذبذبة الأرض وإذا كان في حاجة مش عارف إيه زلزال هيحدث، يقول له طيب يا أخويا بتفاجئكم هي وتروح دخاكم على المسألة. تبقى إذن المسألة الحق وإن كان خلق الكون بقوانينه ونواميسه، إلا أنني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقة قدرته. يقول لقوانين التسخير ابطلي، فتتمرد الأرض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بإيه؟ يتمرد الريح عليك بعاصفة. الله 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 الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك علشان ما تعرفش انك انت بشطارتك عملتها، انا لو لم اذللها ما كانتش تذلل لك. ولذلك قال فذللناها لهم